بطاطس يونانية هتخليكي تنسي الطرق التقليدية. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة جديدة وحلوة، بطاطس باللحمة المفرومة على الطريقة اليونانية. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة مبشورة، نص معلقة صغيرة نعناع، مع معلقة صغيرة توم مهروس، نص معلقة صغيرة جنزبيل، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، بقدونس مفروم، 3/4 معلقة صغيرة ملح، كوباية لبن. طريقة جديدة طبعا ان احنا بنضيف لبن للحمة المفرومة، بس طريقة جميلة جدا وانا مجرباها وهتعجبكم. وهنضيف كوباية بقسماط ناعم. هنقلب كل المكونات دي كويس مع بعض. اضافة اللبن ده حاجة جميلة، بتخلي الكفتة كده هتديها طراوة وتبقى حلوة كده، ما هياش مكتومة. هنبدأ نصبع اللحمة المفرومة بالمكونات اللي ضفناها، الصوابع تخينة كده، زي ما انا بعمل كده وحضراتكم شايفين صوابع تخينة. خلصنا تصبيع الكفتة. بعد كده هنجيب البطاطس، 6 حبايات بطاطس، هنقسمها 4، وهنسخن زيت، وهندي البطاطس صدمة، مش هنحمرها تحمير كامل، هنديها صدمة خفيفة في الزيت علشان حاجتين. الصدمة ديت هتخلي البطاطس متماسكة، وهتديها طعم كويس، مش هتبقى كأنها بطاطس مسلوقة. هنعمل الدريسنج اللي هو ربع كوباية زيت، وعصير ليمونة، ومعلقة صغيرة بابريكا، ورشة زعتر، ونص معلقة صغيرة نعناع، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وملح، ومعلقة كبيرة مستردة، ومكعب مرق، ورشة زعتر. وهنقلب المكونات مع بعضها، وهنضيف كوبايتين مية. انا ضفت دلوقتي 1.5 كوباية، بس هرجع احط نص كوباية تاني، فهيبقوا 2 كوبايتين مية. هنجهز صينية، ونجيب البطاطس اللي احنا اديناها صدمة في الزيت، وهنوزع البطاطس في الصينية، وهنسقيها بالدريسنج اللي احنا عملناه. تمام. وبعد كده هنرص الكفتة على وش البطاطس. والكفتة بعد ما بنصبعها بنحطها الأول في التلاجة لمدة ساعة. بعد ما رصيناها هنغطيها بقى بالفويل، وبنكون مولعين الفرن سخن. هندخلها الفرن من تحت الأول على الصاج من تحت 10 دقايق، وبعد كده نطلعها على الشبكة لمدة تلت ساعة، ونخرجها تبقى بالشكل ده، ونديها رشة بقدونس بالهنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.